تعرض العديد من العلماء المسلمين في علوم مختلفة لعمليات اغتيال بأشكال مختلفة، بالخنق والحرق والقتل بالرصاص وبالقنابل اللاصقة والمغناطيسية والتفجيرات عن بعد، إضافة إلى حوادث المرور المفتعلة. أبرز الشخصيات التي لقيت حتفها بتلك الأشكال ووجهت أصابع الاتهام في الاغتيالات للموساد الإسرائيلي في أغلب الحالات. محمد الزواري، مهندس طيران تونسي، ولد في عام 1967. ساعد كتائب عز الدين القسام على تصنيع الطائرات بدون طيار، وأنهى رسالة الدكتوراه عن الغواصات المسيرة عن بعد. تم اغتياله بحسب وزارة الداخلية التونسية على يد مسلحين مجهولين في مدينة صفاقس جنوب شرق تونس في 15 ديسمبر كانون الأول عام 2016، وتم إطلاق 20 رصاصة على جسد الزاوري. وتحدثت وسائل الإعلام عن خلية مشكلة من 8 أجانب وعرب شاركوا في عملية الاغتيال، من بينهم 5 أوقفهم الأمن التونسي. سميرة موسى، عالمة مصرية، أبصرت النور في 3 مارس آذار 1917 في مركز زفتي بالمحافظات الغربية. درست في بريطانيا الإشعاع النووي، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيراتها على المواد. حرصت الولايات المتحدة على تبني موهبتها وعرضت عليها التجنيس، لكنها رفضت وعادت إلى مصر، وأنشأت هيئة الطاقة الذرية، وعملت على تنظيم لقاءات دولية عن الطاقة الذرية وكيفية تسخيرها لخدمة الإنسان. سافرت سميرة موسى إلى كاليفورنيا لزيارة معامل نووية هناك، ويوم 15 أغسطس عام 1952 كانت تقطع طريقا وعرا في مرتفعات بكاليفورنيا، وسرعان ما فاجأتها سيارة من الاتجاه الآخر وصدمتها وألقت بها في المنحدر، حيث لقيت ربها. وفي 2015 أعلنت ريتا ديفيد توماس، حفيدة الفنانة المصرية الراحلة راشيل إبراهام ليفي الشهيرة بلقبها الفني رقية إبراهيم، أن جدتها التي كانت متزوجة من يهودي أمريكي ساهمت في قتل سميرة التي كانت صديقتها، وسبق أن عرضت عليها نسيان فكرة النووي المصري والحصول على الجنسية الأمريكية، وحذرتها من مصيرها المجهول في حال رفض ذلك. يحيى المشد، عالم ذرة مصري خبير في مجال التصميم والتحكم بالمفاعلات النووية، ولد عام 1932. بدأ مساره المهني في المفاعل النووية لإنشاط رفض أطروحات الحركة الصهيونية بخصوص فلسطين. عمل في العراق، حيث أطلع فيها بدور كبير في تسهيل مهمة التأسيس لبرنامج نووي عراقي. ترأس البرنامج النووي العراقي الفرنسي المشترك، وكان استدعى ذات مرة إلى فرنسا لمعاينة شحنة من اليورانيوم، لكن كانت تلك الرحلة هي الرحلة الأخيرة، حيث عثر على يحيى المشد مذبوحا في غرفته يوم 14 يونيو عام 1980. ووجهت الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي، لكن تحقيقات الشرطة الفرنسية لم تخلص إلى شيء، وقد قيدت القضية ضد مجهول. جمال حمدان، عالم مصري، ولد في 4 فبراير 1928. تميز حمدان بقدرته الكبيرة على فهم الأبعاد الاستراتيجية للقضايا الكبرى. تمثل عمله الأبرز في اهتمامه بإسرائيل وتفكيك بنيتها الفكرية والأصول التي بنيت عليها مشروعها، ونجح في هدم مقولاتها من وجهة نظر انثروبولوجية. عثر يوم 17 ابريل عام 1993 على جثة حمدان ملقاة في بيته ونصفها الأسفل محروق، وظن الجميع أن الواقعة سببها تسرب غاز، بينما أكد مقربون منه أن مؤشرات عدة تؤكد أن الحادثة وقعت بفعل فاعل. وقد اتهم اللواء عبد العظيم حمدان شقيق جمال حمدان في حوار أنشرته جريدة الخليج الإماراتية عام 2014 أن جهاز الموساد قام باغتيال العالم المصري، وقال: كضابط مخابرات سابق أستطيع أن أؤكد أن الموساد هو من يقف وراء مقتل أخي جمال. سلوى حبيب، أستاذة في معهد الدراسات الإفريقية، تميزت بعطاء علمي بارز وباحثة مناهضة للحركة الصهيونية، تكشف محاولات سيطرة إسرائيل على منابع القوة في الدول الإفريقية، وأنجزت بحثا قيما عن التغلغل الصهيوني في إفريقيا. وجدت سلوى حبيب مذبوحا في شقتها، ولم تنجح الأجهزة الأمنية في العثور على القتلة، ووجهت الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف العملية.